له فقرة تدري شنو؟ شمس ورانا. اي إضاءة مو طبيعية. هسه ناخذ فحم وحطب ومسواق ونتوكل. هاي كملنا مسواقنا واغراضنا فحم وحطب وعزبتنا ومتوكلين ان شاء الله. مرحبا بكم اعزائي المشاهدين بحلقه جديده من سلسله كشتات البر في العراق. كشتتنا اليوم مو بالبر، هاي اول كشته نكشتها في جبال شمال العراق الحبيب في محافظه السليمانيه. الكشته اليوم انا واخوي عدنان اللامي ابو عبد الله. حياكم الله. شلونك ابو عبد الله؟ الله يحفظك. طبعا مشكورين على هاي السفره، عاشت ايدك. الحين المصيف او منطقه اسمها كوالا بارك. نعم كوالا بارك منطقه كلش حلوه، راح تشوفوها طبعا، ما اريد نحرق عليكم التفاصيل. واذا تقدر تفر الكاميرا هسه تشوفها مبينه من شارعها من طريق هذا طريق كولا بارك. حاليا وصلنا، اعتقد هنا نختار لنا مكان حلو قدامكم هاي وننزل. خلينا نشوف. هذا مصيف كولا بارك، يعني يصير بمحاذاة النهر. هسه دخلنا فيه، شوف اذا يطلع على الجهة الثانية على مود نكمل طريق. وصلنا المكان هذا اللي راح نخيم بيه بكولي بارك اسمه، راح اعوف لكم هم احداثياته. هذا النهر، هذا المصيف بالضبط كنا بيه صورته لكم، يعني بيه عوائل وهاي، فطلعنا نقعد هنا. المكان كلش حلو، ماي جاري ويعني فد مكان مرتب، لكن الشيء الوحيد والمؤسف والمخزي بنفس الوقت هاي. شوف ليش تعوفون زبالتكم هاي. شوف اخوان، مكان يعني مع الاسف حلو بس مخربته الوساخة. راح ننظفه احنا. هسه شنو رايك نسوي شاي؟ نشعل نارنا؟ لا ما يحتاج والله. الغاز؟ اي طلع عزبة الشاي. شو سويت انا؟ حط عليها هنا. هذا اخواني
هذا الفاس جاني هدية من أمريكا. شوفوا اخواني، من الصديق العزيز الآشوري العراقي الأصيل سامي يونان. لاحظوا المكان اللي احنا بيه، تقريبا شلون الوادي هو. هذا النهر. شوفوا السمك اللي بالنهر. من الأمور السيئة جدا مع الأسف ماكلين وزايد من الرقية وعايفينها بمكانها، حتى ما مكلفين نفسهم يشيلون اللي زاد. هي وصينيتها وهاي عايفينها هنا. نجي ننظف وراهم. والله عيب. المشكلة انه جاي تجينا، جاي يجونا سواح اجانب، جاي يجونا سواح عرب. بالنسبة للإخوان اللي يحبون يجون لهذا المكان، حتى لو تجي بسيارة صالون توصل لهنا. راح أترك لكم بالصندوق الوصف إحداثيات هذا المكان بالضبط وين، وأيضا أترك لكم ملف بصيغة GPS يبين لكم الطريق من السليمانية إلى هذا المكان. بارد الماي، بارد بارد بارد. غسلناه غسلة معدلة. هاي الضلوع اليوم راح نسويها باربيكيو شوي على الطريقة الأمريكية. ليمون، ملح، فلفل أسود فقط. لا نخلي له تتبيلة، كل شيء ما نخلي له بعد. هاي التتبيلة تكون جدا كافية. نعصرها على اللحم بهذا الشكل. هسه الملح. شلون تعرفون الليمون المتروس ماي؟ قشره يصير خفيف. الفلفل الأسود أنا غالبا أو دائما أجيبه صاحي. شوف لاحظوا اخوان، هذا فلفل صاحي ووياه مطحانته. ليش؟ على مود تبقى النكهة مالته والريحة. هسه خلطة سريعة. هاي الشواية من السنيدي طبعا، هاي من العراق، اشتريتها من الناصرية من محلات الصقر للوازم التخييم. انسان جدا سليمان، انسان جدا محترم، واسعاره تقريبا انسب شيء هي موجودة بالسوق. جهزت دلتنا، ندورها من المفاح للدلة. خليها هنا على راحتها. هذا من مروان الكبيسي. نعم. نعم بحالك. والله عادك هو ما تفوت السفرات رجال. اي والله قلت. ما قاعد. بس المرة فاتت تخطيط. اي والله. الله على الجايات ان شاء الله. الله يوديك. بالعافية. سيبدي يوزع. جاي هاشت ايدك. هذا اللحم
متبل وجاهز، تقليبه سريعة. نركب السيباية، هاي الذرة والفطر. كافة معبد لا تهفيله. يا الله، بسم الله. شوف النار، هاي هم اشتريناها من الصقر. نيقل شوف المشاوي راح تلغص لك ذي بأول لقمة تدلع. سيد بهاء فاتتك والله منه وجاي ترتب وضعك الكشتات وكل ربعنا كلهم بدون استثناء. ثار ابو علي، والله بسيرتك احنا عصام، ابو رقية، غالي، احمد سالم، احمد الجراح. الله. هسه احنا خلصنا تقريبا من الوجبة الأولى. شوفون ألوانها شلون مستوية. إنه مو بس مستوية يعني، أتمنى تشمون الريحة شلون. صراحة احنا بدي نرفع الوجبة الأولى ما شاء الله باعها. حابة نخلي الوجبة الثانية. تفوتكم رواد القناة، سلامكم العافية. سلامكم العافية. عبد الرحمن اللامي يعني المصيني، رحومي، وعلي الحلفي. دولة نشأة جديدة على هاي القناة، من هم صغار بدأوا يتعلمون. عبد الله اللامي وحسين اللامي والنعمة. ما ناسيكم، شوفوا ما ناسيهم لا والله. هاي بداية الموسم. بداية الموسم إن شاء الله هم راح يكونوا رواد، ان شاء الله. خاصة الشباب نعتمد عليهم، احنا كبار يساعدونا. جهز العشاء، الوجبة الثانية قربت تجهز. يا الله. نبلش بالعشاء، سلامكم العافية. بسم الله. حلو. يا الله نتوكل هسه. يا الله. شاي. يا الله. ما شاء الله. لا والله وديك. حتى مخيط معلية الهاي. بعد احنا نسينا الخواشيق. يلا تصير ترى عادي. تصير. يا ما نسينا اغراض. طبعا التهينا، نسينا نصور لكم. هاي كلها جمعناها الزبالة تكرمون، خلينا مجموعة هنا. هاي محترقة قبل، شوفوها هذا الشيء، لأن النايلون كله راح نشيله نحرقه. هذا كله راح نحرقه. أبو عبد الله قدم سيارتك عن النار. شوفوا اخوان، هذا المكان اللي كنا بيه عفناه نظيف، احسن من ما اجينا لقينا. هذا بلاستيك هنا، شوفوا هذا البلاستيك هو اللي يضر البيئة صراحة. نحرقه. لهنا اخواني خلصت كشتتنا لهذا اليوم. لا تنسون اللايك والاشتراك دعما انه حتى نستمر وياكم. نشوفكم في فيديو اخر، في امان الله.
وهاي جاي نسجل لكم الطريق على مود تلقوه بصندوق الوصف. كل تفاصيل الرحلة وبياناتها نزلناها هنا، راح تكون بصندوق الوصف للي يحب يجي لهنا.